في الفيديو ده هتشوفوا ترند كان انتشر مؤخرا، حال الكرينكل أو الكرنكل مش مهم. أنا مش عارفة بصراحة بينطقوه بالظبط ازاي، بس الأكيد والمهم إن الحلو ده في منتهى اللذاذة. جلاش بشكله يجنن، مسقي طبقة كاسترد حلوة جدا، طعمه حقيقي كان في منتهى اللذاذة. بصراحة الحلو ده أنا جربته لأنه شكله عجبني، بس في النتيجة الطعم عجبني أكتر بكتير من الشكل، وقررت إن أنا أعمله كتير. بس قبل ما نبدأ، أهلا بيكم في ماما في الكيتشن. أنا إيمان نور. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أول خطوة هنعملها إن احنا هنجهز السيرب. كوباية من السكر هنضيف عليها نص كوباية من المية ورشة من الفانيليا، عصرة ليمون، وهنقلبهم على البارد، نرفعهم على النار يغلوا على نار هادية لمدة 5 دقايق ونشيلهم من على النار. وبعد كده هنجهز الجلاش. في ملحوظة هقولها مهمة جدا للناس المبتدئة في المطبخ. الجلاش من الحاجات اللي بتنشف بسرعة جدا. انتوا هتاخدوا طبقة أو طبقتين من الجلاش على حسب الطبقة اللي انتوا حابين تعملوها، وتقفلوا على الجلاش ده كويس جدا، سواء بالكيس اللي جاي معاه أو بفوطة علشان خاطر منشفش معاكم. المعلومة مهمة جدا للمبتدئين في المطبخ، لأن لو ما عملوش كده هم مش هيعرفوا يكملوا الوصفة. بنقفل على الجلاش كويس جدا، لأنه في ثانية، حقيقي ثانية، الجلاش ممكن ينشف معاكم وما تقدروش تكملوا باقي الوصفة. هنبدأ دلوقتي في تجهيز الحلو بتاعنا. عارفين المروحة اللي كنا بنعملها زمان أيام المدرسة بورق الكراسة؟ احنا هنعملها بس بورق الجلاش. حقيقي شكله لذيذ جدا. بنعمل مروحة بشكل سريع جدا وسهل، مش تاخد معاكم وقت، وكمان نرجع لذكريات الطفولة والأيام الجميلة دي. بنفس الطريقة اللي كنا بنعمل بيها زمان المروحة هنعمل بيها الجلاش. بنتني الطبقات ورا بعض كده لحد ما نوصل لشكل المروحة اللي احنا متعودين عليه. لو حابين تعملوا طبقة واحدة مفيش مشكلة، أنا عملت طبقتين من الجلاش وشايفة إن ده الأنسب. بس لو حابين تعملوا طبقة، ده على حسب الحرية بتاعتكم، بس هياخد معاكم وقت أكبر. ده شكلها بعد ما خلصتها. شكلها لذيذ جدا من البداية. تخيلوا الشكل في النهاية يكون عامل ازاي. هبدأ أجهز الصينية. هديها مسحة كده من السمنة أو الزبدة أو الزيت، سواء أي مادة دهنية انتوا هتستخدموها، من تحت وعلى الأطراف كمان، علشان خاطر أتأكد إن هو مش هيلزق معايا. وهبدأ أحط الجلاش بالشكل ده. أنا هعمل كل الكمية بالشكل ده وأحطهم ورا بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. خلصت كل الكمية هدخلها على الفرن ساخن على درجة حرارة 200. مجرد إن هي تاخد لون، مش أكتر من كده. هتاخد مش أكتر من 5 دقايق وهتخرج معاكم. خرجت بالشكل ده، وياريت يكون اللون أهدى من ده. هبدأ أسقيها بالمادة الدهنية. أنا استخدمت نص كوباية من الزبدة على زيت. تقدروا تستخدموا زبدة، زيت، سمنة، المهم إن الزبدة أو الزيت يدخلوا في كل أنحاء الجلاش، لأنه لو مدخلتوش كويس هيطلع معاكم في أماكن ناشفة. وهرجعه الفرن تاني 5 دقايق برضو، مش أكتر من كده. وهبدأ دلوقتي أجهز طبقة الكاستر. الكاستر ده انتوا بتسقوا بيه الجلاش. كوباية من اللبن وهنضيف عليها نص كوباية من السكر، والسكر طبعا على حسب الرغبة. معلقتين كبار من بودرة الكاستر. لو مش متوفر، الوصفة الأصلية إن انتوا بتضيفوا من بيضتين لبيضة. لو مش متوفر بيضتين استخدموا بيضة وهتنجح معاكم برضو. بقلب لحد ما السكر يدوب كويس. بخرج الجلاش أخد اللون الأقوى بالشكل ده، وهبدأ أسقيه بالكاسترد بالشكل ده. برضو لازم تسقوا كل مكان كويس جدا علشان يكون كلها مسقية بالكاسترد. بعد الخطوة دي هترجعوها الفرن تاني لحد ما تشرب طبقة الكاستر دي وتستوي كويس. تقريبا هتاخد معاكم تلت ساعة. الفرن بتاعي هادي على فكرة، انا دخلته على أعلى درجة حرارة كان ناجح معايا جدا، بس انتوا دخلوه على درجة حرارة 200. خرجت من الفرن بعد تلت ساعة وبدأت أسقيه بالسيرب اللي بارد معاه. السيرب بيكون بارد والجلاش لسه خارج من الفرن سخن فورا، وكمان السيرب بيكون تقيل بالشكل ده. هتدوقوا جلاش مقرمش من بره وكمان طري من جوه، طعمه كان في منتهى اللذاذة. أنا بميل للحلويات الشرقية بس كمان لو كانت خفيفة. الجلاش ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيه ان هو كان خفيف جدا، فعلشان كده انا هعمله كتير. حلو شرقي بس مش شرقي قوي، بس طعمه يجنن جدا. ميكس لذيذ جدا وبسيط وطعمه يجنن. كمان شكله عجبني جدا، مختلف. طريقة تقديمه هتكون مختلفة كمان على فكرة. تقدروا تسقوه حاجات تانية غير السيرب لو انتوا حابين. تقدروا تزينوه بأشكال تانية، رشة من السكر البودرة على الوش. تقدروا تبدعوا زي ما تحبوا. جربوه. المبتدئين في المطبخ الترندي ده هيكون ناجح معاهم جدا بمنتهى السهولة. وصفة سهلة بسيطة سريعة، حلو لذيذ ومختلف، وهينجز معاكم كتير جدا. الجلاش كان مورق وخفيف جدا. ركزوا في الملحوظات اللي قلتها لكم. لازم تسقوا الجلاش كويس جدا. ركزوا في درجة الحرارة ان هو ما ياخدش لون بسرعة في الفرن. 5 دقايق وتراقبوه كويس جدا. مجرد ما يبدأ يلون بتخرجوه وبتسقوه بالمادة الدهنية. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.